شوف السبب التافه. قلت له ليش انا ما اطلع يعني اللي معاي يطلع وانا ليش؟ قال اخوي انت زين بس لهجتك بدوي. قال لك اياها؟ ايوه. انت يا مديري اللي كنت انا عنده. اي من هو؟ ما اعرف اسمه نسيته. المهم انت تعرف بس ما تبي تقول. قال لي انت لهجتك بدوي وانا صحك تروح تقدم برنامج ركن الباديه. قلت له انا محسوب عندك. قال انا قطعت معاشك. قلت لا. مكافئتك قصيتها. قلت له لا بس انا ما يصير اقعد كذي 8 دقيقه لوين. المهم ما عليك من الحكي. صار توزيع البيوت. توزيع البيوت قبل ما فيه مثل الحين قرعه ما في قرعه يذيعون اسمائهم بالراديو تلقائي. اي يقول له فلان راجع فلان 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 خصصوا لك بيت في الفنطاس فلان خصصوا له بيت في الجهره فلان خصصوا الاسامي هذه. توهقوا بالاسامي؟ انت صاج الاسامي كلها بدو. جابوا لهم واحد مذيع الله يذكره بالخير ما ادري مات حي ما ادري عنه. قام طال عمرك يأنث المذكر ويذكر المؤنث. يجيك واحد بنيه اسمه بنيه رجال احنا يسمون بنيه وبني بنيه عليها المراجعه. ثارت ثائره الربع. دقوا على جابر العلي الله يرحمه يسكن الجنه. على فكره جابر العلي لا يمكن يجي وزير اعلام مثل جابر العلي ولي وياه قصص طويله هنا. المهم شيل التلفون على المدير اللي هو مديري. قال له يا كذا يا كذا يا كذا والله ما عاد تقعد بهالمنصب. لعلمك ما تعرف ما عندك رجال يعرف اسامي الرياجيل. شلون السالفه هذه؟ هبله. خد شوي ولا يدقون علي. وينك قلت موجود. قال تعال. دقوا على التلفون ارضي ذاك الوقت. رحت سكرتيرته هذا المدير كانت معجبه فيني تحسبني باخذها. كانت أجنبية طبعا. قالت لي شوف ترى جابر العلي داق عليه ولا ما خلى كلمة شيء ما قالها له. يبيك تذيع الأسامي وانت تقرب. الحين تغلى الحين. مو تغلى بنتقم أنا. تنتقم. دشيت عنده يا أستاذ. قال شوف في الأسامي هذه نبيك تذيعها الساعة 4. فلان يذيع الموجز وبعدين انت تطلع تقول الأسامي. انت مو تقول لي بطلع الهواء. لا والله آسف. شلون آسف؟ قلت أنا لهجتي بدوي تقول ما تنفع. ايش تبي فيني؟ منا قلت اسمع كلام. قلت أول شيء ذيع الموجز. أنت لما تذيع الموجز خلاص تمكنت طفت. وبعدين أذيع الأسامي تحاجبك هلا وسهلا. مو أنا عندي خبر برا ايش صاير. هو يحسب إني ما أدري. قال لي أوكي خلاص يلا هاي الأسامي روح الاستوديو الهواء. خضع لك طبعا. مو خضع لي أنا غلم فيني خضع لي خوفا من جابر العلي. رحنا طال عمرك ودعت الموجز وكان يعني بتمكن ولغة سليمة وبعدين دعت الأسامي جبتها على أصولها. ربعي يعرفوا اللي دار شنو جاي ولا كذا. المهم وانطلقت من عقبها. هذه قصتي وياه.